بيوتنا كلنا ممكن نلاقي مواد كيميائية مصممة خصيصاً عشان تكون قاتلة، بس القوة دي ممكن ترتد علينا. في حلقتنا اليوم رح نكشف الستار عن العلم المدهش وراء بعض أقوى السموم اللي ممكن تكون موجودة في خزاناتنا حالياً. ممكن تكون حقيقة صادمة، بس هي فعلاً واقع. المواد اللي بنستخدمها لحماية بيوتنا وحدائقنا من الآفات هي من بين أكثر المركبات الكيميائية السمية اللي بنتعامل معها بشكل دوري، والمفارقة هون إن أدوات الحماية دي هي نفسها بتحمل مخاطر كبيرة. طيب شو رح نشوف اليوم؟ رح نرجع بالزمن شوي لنعرف كيف بدأت قصة هالسموم. بعدها رح نكشف خدعة مضادات التخثر الذكية، ورح ندخل لأعماق الخلية ونشوف كيف بيتم الهجوم عليها مباشرة، وكمان رح نشوف كيف مبيدات الأعشاب ممكن تضرنا إحنا كمان. وفي النهاية رح نتكلم عن أقوى ترياق ممكن: الوعي. خلونا نبدأ رحلتنا من البداية، من أصل هاي المواد الكيميائية. يعني هي ما كانت دايماً بهالتعقيد اللي بنعرفه اليوم. تاريخها بيكشف كتير عن سعي الإنسان الدائم للسيطرة على الطبيعة من حوله. زمان كانت الأسلحة المستخدمة هي المعادن الثقيلة مثل الزرنيخ، يعني كانت بتشتلع بالقوة الغاشمة وبس. لكن في منتصف القرن العشرين كل شيء تغير. ظهرت مضادات التخثر مثل الورفرين، وكانت أشبه بأسلحة دقيقة ومتخفية. ومع الوقت تطورت هاي المواد لمركبات خارقة مفعولها أطول وأقوى. السباق هاد نحو الفاعلية خلى السموم أقوى وأذكى. والآن خلونا نتعمق في أشهر نوع من مبيدات القوارض: مضادات التخثر. طريقة عملها مش هجوم مباشر، لا، هي أشبه بخدعة بيوكيميائية، خدعة ذكية وخطيرة بنفس الوقت. تعالوا نشوف كيف بيشتغل. عشان نفهم كيف هاي السموم بتخدع الجسم، لازم بالأول نفهم كيف الجسم بيحمي حاله. عملية التخثر هي آلية دفاع مذهلة، سلسلة معقدة من التفاعلات بتمنعنا ننزف حتى الموت من مجرد جرح بسيط، وفيتامين ك هو المفتاح الرئيسي اللي بيبدأ كل هالعملية. ممكن نتخيلها زي سلسلة من أحجار الدومينو. فيتامين كي هو اللي بيدفع أول حجر، وهذا بيؤدي لسلسلة متتالية من التفاعلات اللي بتنتهي بتكوين جلطة قوية بتسكر الجرح وبتوقف النزيف. عملية دقيقة وفعالة جداً. وهون بتكمن عبقرية مضادات التخثر الخبيثة. هي ما بتهاجم بشكل مباشر، لا، هي بتخرب العملية من جوا عن طريق تعطيل فيتامين كاف. هي فعلياً بتكسر سلسلة الدومينو قبل حتى ما يوقع أول حجر، وفجأة بيصير الجسم عاجز عن إصلاح نفسه، وأي نزيف حتى لو كان داخلي ومش مرئي بيصير تهديد قاتل. طيب شو بيصير؟ بتبدأ الأعراض تظهر على شكل نزيف بدون سبب واضح، والمثير للاهتمام إنه التشخيص بيعتمد على فحص بسيط بيقيس مدى بطء تجلط الدم. ولحسن الحظ، بما إنه المشكلة هي نقص فيتامين كي الفعال، فالحل مباشر: جرعات من فيتامين كي 1 بتقدر تعيد تشغيل آلية التخثر وتوقف النزيف. لكن مش كل السموم صبورة زي مضادات التخثر. في فئة تانية من القتلة الكيميائيين بتشتغل بسرعة وبشكل مباشر جداً، بتشن هجوم شامل على خلايانا على المستوى الأساسي. من دقيقة ل15 دقيقة، هاد هو كل الوقت اللي ممكن يحتاجه السيانيد عشان يقتل. سرعته المذهلة بتخليه واحد من أكثر السموم رعباً، لأنه ببساطة ما بيترك أي وقت للاستجابة. السيانيد ما بيهاجم عضو معين، لا، هو بيهاجم محرك كل خلية في الجسم. بيعطل إنزيم حيوي مسؤول عن استخدام الأكسجين. تخيل، الواحد بيتنفس بس خلاياه مش قادرة تستخدم هالأكسجين، يعني بيسبب اختناق داخلي على مستوى الخلية حتى لو كانت الرئتين مليانة أكسجين. مواجهة السيانيد هي سباق ضد الزمن، وبتتطلب بروتوكول طبي دقيق من عدة خطوات. الهدف هو استخدام مركبات كيميائية معينة بتشتغل كطعم بتجذب السيانيد بعيد عن أهدافه الحيوية في الخلايا، وبعدها بتحوله لمادة غير ضارة بيقدر الجسم يتخلص منها بأمان. الزرنيخ سم كلاسيكي وإلى وجهين. التسمم الحاد عنيف وفوري، أعراضه الهضمية شديدة جداً مع رائحة بتشبه الثوم. أما التسمم المزمن فهو غادر أكثر، وأعراضه بتظهر ببطء على مدى فترة طويلة، مثل تساقط الشعر، تغيرات بالجلد، والخطوط البيضاء المميزة اللي بتظهر على الأظافر. طيب خلونا ننتقل من الآفات اللي بتتحرك للآفات اللي بتنمو، يعني مبيدات الأعشاب.
هاي المواد الكيميائية اللي بنستخدمها لنحافظ على حدائقنا ومحاصيلنا هي مصممة لاستهداف النباتات، بس المفاجأة إن بعض آليات عملها ممكن تكون ضارة بشكل مقلق لخلايانا إحنا كمان. مش كل مبيدات الأعشاب بتشتغل بنفس الطريقة، بعضها انتقائي، يعني بيقتل أنواع معينة من الأعشاب الضارة بدون ما يؤذي المحصول، والبعض الآخر غير انتقائي، بيقتل كل شيء أخضر. وكمان بتختلف في مدة بقائها في البيئة، فمنها متبقي بيضل فترة طويلة ومنها غير متبقي بيتحلل بسرعة. في فئة من مبيدات الأعشاب البيبريديليوم تشتغل زي قنبلة صغيرة جوا الخلايا، بتولد جذور حرة وهي جزيئات غير مستقرة ونشطة جدا. تخيلوها كرات صغيرة مشتعلة بترتد جوا الخلية وبتدمر كل شيء بتلمسه. هذا الضرر الهائل المعروف بالإجهاد التأكسدي ممكن يصير في خلايا الإنسان تماماً مثل ما بيصير في خلايا النباتات. فئة تانية بتشتغل بطريقة مختلفة، بتعمل شيء اسمه فصل الفسفرة التأكسدية. تخيلوا محرك سيارة شغال بيحرق بنزين بس العجلات ما بتدور. هاي المواد الكيميائية بتخلي محطات الطاقة في خلايانا تشتغل بكفاءة منخفضة جداً وتنتج حرارة بدل طاقة مفيدة. والأمر المقلق أكتر هو أنه التعرض الطويل لهاي المركبات في أماكن العمل تم ربطه بزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان. بعد ما استعرضنا كل هاي الآليات المعقدة والخطيرة، بنوصل لأهم جزء في حديثنا. شو بنعمل بكل هالمعلومات؟ كيف بنتعامل بأمان مع هاي القوة الكيميائية اللي بين إيدينا؟ لازم نتذكر دايماً هاي المركبات مصممة عشان تكون سامة، فعاليتها هي نفسها مصدر خطورتها. عشان هيك فهم طبيعتها وكيفية عملها والمخاطر اللي بتشكلها مش مجرد تمرين أكاديمي، لا، هو خط دفاعنا الأول والأهم ضد أي تسمم عرضي. وهذا بيتركنا مع سؤال جوهري نفكر فيه كلنا. في عالمنا اللي دايماً بيبحث عن الراحة والحلول السريعة، كيف ممكن نوازن بين سهولة استخدام هاي المواد الكيميائية القوية وبين مخاطرها غير المرئية؟ هذا التوازن بين المنفعة والضرر هو تحدي بنواجهه كل يوم في بيوتنا.